شير واضح يا باشمهندسين؟ واضح ولا مش واضح؟ الصوت واضح تمام. واضح. والشير الشير واضح برضه تمام. ماشي. خلينا نبدأ بقى نتكلم عن ال OOP شوية بأسلوب كده، عشان عارف دي أرخم حاجة في الحوار كله من ساعة ما بدأنا، أو هتكون أرخم حاجة، وفي حاجة تانية رخمة بعديها وهتقابلوها برضه، هنقابلها مع بعض. هو ال OOP هدفه الرئيسي اللي هو يسيطر على الكود، اللي هو أول ما المدير يجي يطلب منك حاجة زيادة في الشغل ما تقولوش ما ينفعش، لازم اهد اللي انا عملته وابنيه من الاول. لا، الاو بي هتقول لك لا ما تعملش كده، انت هتبدا تنظم الكود وتقسمه علشان تيجي بعد كده لو قال لك ضيف حاجه تاني زياده لا تبدا تضيفها، ما تجيش تهد حته تلاقي الكود كله واقع فوق دماغك زي ما وقع في الصوره. تمام، دي اول حاجه. بتعمل فصل تام، يعني الطريقه القديمه بيعمل فصل تام ما بين الميثود وما بين البيانات اللي داخله وكل الحاجات دي. التاني الاو بي بيخليك مسيطر على كل الحاجات دي، بتعمل معاك 4 حاجات اساسيه. يعني 4 حاجات اساسيه في الاو بي بتجبرك تنظم الكود، بتجبرك على التنظيم، بتجبرك تعيد استخدام الكود تاني، ما تقعدش تبني من الاول وجديد. يعني على سبيل المثال كان في مشروع بدأ من غير كلين كود او او بي، او هو او بي بس يعني مش باسلوب متقدم. مساحة المشروع دلوقتي وصلت حوالي 760 جيجا بايت بسبب الحوار ده. كبر بطريقة يعني كل شوية ما نيجي نعمل حاجة نيجي نعيد استخدام الكود تاني، يعني انا محتاج دلوقتي لما اجي عاوز اعدل في الكود ده في جزء، باجي اعدله ممكن في 10 ملفات. لو انا عاوز اعمل فانكشن واحده او اعدل حاجه ممكن اروح اعدلها في 10 ملفات بسبب المشكله دي في الكود. تمام. الحمايه بتمنع الوصول العشوائي للبيانات الحساسه. يعني ازاي؟ انا دلوقتي عندي باسورد مثلا، او عندي فيزا، او عندي اي حاجه، ما بخلي كلاس معين هو اللي يستخدمها، وباجي بعد كده ببدا استخدمها انا بناء على شروط معينه انا ببعتها له. واصله لحد هنا ولا مش واصله؟ باشمهندسين ردوا عليا. وصلوا. ايوه. بعد كده الحاجه الرابعه اللي هي سهوله التطوير. بعد كده اجي عاوز ازود حته ميزه جديده، ميزه قديمه، فيتشر، اي حاجه هقدر اعملها بسهوله وبطريقه جميله. هو في طريقه كتابته بيبان اللي هو اصعب ان انا ممكن اعمله من غير كلين كود او من غير او بي الاول، هيبقى اسهل معايا والدنيا 100 100. بس في المستقبل لما المشروع يكبر منك وتيجي تعوز تضيف حاجه هتقول يا ريتني كنت عملت او بي من الاول. وده هيبان معاكم لو حد جه يجرب يعمل مشروع كبير ينزل السوق، جه عمله من غير ما ينظم الكود ومن غير ما يرتب الدنيا، هياخد على دماغه كده وهيزعل فيها. في حاجه بقى اسمها كلاس واوبجكت. ايه بقى الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت؟ الكلاس خلينا الاوبجكت الاول. هي الحاجه الاساسيه، النسخه الفعليه اللي موجوده، اللي هي الحاجه اللي خلاص اللي خرجت. الاوبجكت هو الكائن، زي ما هنا في المثال الموضح اللي هو العربيه اللي خرجت في الاخر. الاوبجكت والله العربيه بتتكون من كذا وكذا وكذا، وبتقعد هو عباره عن الكلاس عباره عن العربيه بتتكون من كذا وخريطه ومش عارف ايه. ده الكلاس. هو ده هنفهم اكتر في الكود، بس هو ده كمثال وتوضيح بسيط. تمام. في بقى العمليه الثانيه اللي هو انكابسوليشن. عباره عن ايه؟ ابو الاوبجكت يا باشمهندس. ما قلنا الاوبجكت بعد كده هقولها تاني. قلنا الاوبجكت اللي هو الحاجه الخارجيه اللي في النهايه، زي ما ضربنا المثال بالسياره النهائيه، اهو الاوبجكت واهو الكلاس. واصله؟ وصلت يا هندسه. لو هقولها تاني قول تاني على طول. لا تمام. تمام. في هنا انكابسوليشن اللي هو انا بعمل زي الكبسوله كده بغلفها، بعمل لها عمليه تغليف للكود. زي ما قلت من شويه، مش عاوز حد يوصل لباسورد معين بطريقه ما غير لما انا اديله الطريقه. انت مالكش انك تشوف الباسورد بيتكتب ازاي بره الكلاس، مش هتعرف تشوفه. طول ما انت جوه الكلاس هتقدر تشوفه وتتعامل معاه عادي. بره الكلاس زي ما احنا خدنا في الاول واحنا بنشرح الجزء الاول، كان عباره عن ايه؟ اول حاجه شرحناها في السيشن كانت عباره عن ايه؟ حد فاكر ولا نسيته خلاص؟ مهندسين، اول حاجه شرحناها بدانا السيشن بايه؟ متغيرات. شرحنا الكونستراكتور.
بصور وربنا. حد كان كلكم تقريبا كنتوا ناسيين صح؟ لا لا عيب عليك. عيب عليك، ربنا يستر. بدأنا زي ما احنا بدأنا وعملنا كلاس. الكلاس دون انا ممكن ابقى جوه الكلاس ده بس اقول له انت برايفت، مفيش اي حد يشوفك طول ما انت جوه الكلاس ده، انت متشاف. بره الكلاس ده معلش هيقول لك انا مش موجود. والمشكله دي لو انتوا شغالين قدام شويه اول مره هتقعوا فيها. المشروع هيتكريت لكم اجباري برايفت، وانتوا هتيجوا تبصوا على الملفات مش هتعرفوا توصلوا لها اساسا، فهتيجوا تقعدوا تدوروا على المشكله وتسالوا هنا وهناك، وفي الاخر هتكتشفوا ان انتوا عاملينها برايفت مش عاملينها بابليك. ليه بقول لكم المشكله دي؟ لان انا وقعت فيها في البدايه خالص. ممكن تقعوا فيها وممكن ما تقعوش فيها يعني، الله اعلم. ده انكابسوليشن، انت بتعمل عمليه تغليف للكود علشان ما حدش يشوفه غير جوه الكلاس، وبتبدا تقول له هتشوفه عن طريق ميثود او هتيجي تشوفه عن طريق كذا، الطريقه اللي انت محتاجها. تمام. الوراثه بقى، الوراثه انا دلوقتي هو ضرب مثال هنا حلو، البتاع ده معمول بنوت بوك ال ام، ضرب مثال حلو. بتديله لو محدش عارفه يعني او لسه محدش وصل له، بتديله الشرح بتاعك كنص منسوخ مثلا، او وبيبدا هو يكريت لك يا اما فيديو تعليمي او يبدا يكريت لك. انا بتكلم على النوت بوك ال ام، مش دعايه، انا ماليش دعوه بشركه جوجل، انا بعرفكم انتوا بس. بيبدا يكريت لك ملف بي دي اف، يبدا يكريت لك فيديو شرح بودكاست، احيانا شويه حاجات كده حلوه يعني. لو حد مش فاهم اي حاجه مثلا ممكن تبعت له، تفتح دوكيومنتيشن مايكروسوفت وتيجي تقول له حاجه نازله جديده مثلا، وتيجي تقول له اشرح لي يعني بتدي له المرجع بتاعه اللي هو الدوكيومنتيشن بتاعت مايكروسوفت، وتقول له اشرح لي مثلا الجزء ده، فهو بيبدا يعمل لك فيديو او ملف بي دي اف زي ده يبدا يشرح لك فيه. والافضل يعني لو انت مش فاهم ممكن تبص على الفيديو وتفهم، مش فاهم ممكن تخليه يعمل لك فيديو، يعني هو بيبقى شرحه بس برضو يبقى اتاكد من وراه، يعني يبقى راجع وراه شوف الدنيا عامله وراه ايه. تمام، واصله ولا مش واصله؟ عيدها تاني كده. انا كنت بشرح حاجه اسمها نوت بوك اقلام. ثانيه واحده، حاجه اسمها نوت بوك اقلام دي. تمام. بتيجي تعمل دفتر جديد. تمام. مثلا لو انت محتاج حاجه مش فاهمها مايكروسوفت، هنقول سي شارب دوكيومنتيشن، هيفتح لي السي شارب بتاعت مايكروسوفت اهي. تمام. هنيجي ننزل بقى لحته سي شارب اهو، مثلا نقول له هنا فتح لنا السي شارب. انا مثلا محتاج ايه؟ يعني محتاج انا في مصطلح جديد لسه واخدينه مثلا ترايو كاتش، ما علينا. لو انا محتاج هدخل مثلا على مايكروسوفت، هاجي اهو الحته دي، وهاجي اخد اللينك كده، وهاجي هنا هقول له المصدر بتاعك، الموقع الالكترونيه والحاجه دي، وانسخ الرابط ده كده لو انا عاوز ابعت له دوكيومنتيشن او حاجه يشرحها لي، لو انا مش فاهمها يعني وعاوز حد يشرحها. بيبدا هو يعمل هنا، وبيبدا انت تختار من هنا ملخص فيديو، او تبدا يعمل لك هنا بودكاست صوتي، او يبدا يعمل لك تقرير ويعمل خريطه ذهنيه، يبدا يعمل لك بطاقات انا ما جربتهاش دي، يبدا يعمل لك هنا الملف البي دي اف لنفس الملف البي دي اف اللي معمول واصله. هنا تبدا تعمل برضو دي تقريبا بيعمل صوره، انا مش فاكر حاجه زي كده. هي انتوا تفحصوا كده وبصوا عليه وهتفهموا الدنيا. لو حاجه واقفه قدامكم يعني، لو مش فاهمينها من الدوكيومنتيشن، مش فاهمينها كويس، فيديو على اليوتيوب الانجليزي مش فاهمينه، او حاجه معقده شويه محتاجين تفهموها باسلوب مبسط، يعني هو ممكن يجازي معاكم شويه يعني. واصله ولا مش واصله؟ تمام يا هندسة. تمام. نرجع بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه. في هنا بقى عمليه الوراثه اللي هو inheritance، عباره عن ايه؟ والله انا قال لك دلوقتي انت واحد موظف في الشركه، هتعمل ايه؟ هتيجي عندك كلاس، هتعمل كلاس للموظف تحط له نيم واي دي وادرس، وهتيجي نعمل للسكرتاريه كذلك، وللمدير كلاس، وكل حاجه كلاس. احنا هندخل في حكايه مش هنخلص منها. هنعمل بقى دراي المبدا ده اللي هو دونت ريبيت يور سيلف، يعني هتقعد تعمل وتعيد وتزيد وهتقعد تعيش العيشه دي. قال لك لا، تيجي تعمل حاجه ثابته موجوده عند كله اللي هو الامبلوي موظف.
هتيجي هو عنده نيم واي دي وادرس، تمام. هتيجي تعمل كلاس تاني اسمه سكرتاريه، بس هتخليه يرث من الامبلوي، بدل ما انت هتكتب الاي دي والكلاس لا هو موجود. هتيجي بقى تضيف له العنصر الزياده برضو، المدير لو هتعوز تضيف له ديبارتمنت المكان بتاعه. وصلت الحته دي ولا لا؟ باشمهندسين ردوا عليا على فكره، مش شايف يعني، لو حد بيعمل اكت انا مش شايفه، فعشان كده نبقى ماشيين مع بعض كويس عشان انا بكلم نفسي. وصلت وصلت يا هندسة. تمام. تعدد الاشكال، كلب بيهوهو وقطه بتنونو. تعدد الاشكال بوليمر فيزم عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بعمل كلاس واحده، او بعمل بعمل زي كلاس واحده مثلا، بقول له انت بتعمل حاجه معينه، مثلا الكلب بيهوهو والقطه بتنونو. فهو انت بتعمل حاجه بس باشكال مختلفه. على سبيل المثال، والحاجات اللي انا جت في دماغي من قريب، اللي هي الحته بتاعت ترجمه جوجل. انت ممكن تعمل ايه؟ هي حاجه واحده بس باشكال مختلفه، ممكن مره تطلع لك انجليزي، مره تطلع لك عربي، مره تطلع لك كذا، ده بنفس الاسلوب. تمام. يعني انا بستخدم هي حاجه واحده بس بخرجها باشكال مختلفه. وصلت يا باشمهندسين الحته دي كمان ولا لا؟ باشمهندسين وصلت صح؟ ماشي. الميموري والهيب والستاك والحاجات دي هنرجع لها تاني، بس خليها دلوقتي، وخلي دي برضو، وده اللي انتوا شرحتوه ما شاء الله، يعني مش محتاج ازود حاجه زياده. هو ده باختصار يعني الملف. تمام. نقفل بقى الملف ده، نبدأ بقى نكتب الكود ونشرح الحاجات دي كلها بالاسلوب الجميل اللي ما بيتفهمش. بسم الله. هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي والله هنتكلم عن حاجه اسمها الاول، قبل ما نبدا، حاجه اسمها انترفيس. الانترفيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن عقد ما بين الكلاس او الانترفيس اللي هتعملها، اللي هي حاجه شبه الكلاس كده. الانترفيس دي حاجه عامله زي الكلاس. احنا كنا بنكتب الكلاس ازاي؟ لو رجعنا خطوه لورا هنلاقينا كنا بنكتب الكلاس كده، كلاس كار. الانترفيس بتعملها ازاي بقى؟ انا قلت نفس الكلاس، حد يقول لي ممكن تتعمل ازاي؟ اقول لكم انا علشان بابليك. ما ينفعش طبعا نكتب كلاس جوه الجزء ده، نيجي نطلع بره خالص، نيم سبيس كده، وخلينا نبدا من اول هنا خالص. ده هنيجي نعمل ايه؟ كلاس. هنيجي نعمل ايه؟ قلنا انترفيس بابليك. في بقى ظهر لك حاجه اسمها ابستراكت، ظهر لك حاجه اسمها انترفيس تحت هنا، وانتم ملاحظين احنا محتاجين الانترفيس دي. تمام. هو زعلانه ليه؟ الانترفيس دي محتاجين منها ايه؟ محتاجين نشرحها هي الاول كده بهدوء. دلوقتي انا انترفيس لازم اقول مثلا انترفيس، حد يفكر معايا في حاجه ممكن نكتبها، يعني مثلا انترفيس لايه؟ عمليه دفع مثلا، باي. جرى العاده او الموضوع بقى متعارف عليه في وسط الناس، وهو ده الافضل، لان هو ده طريقه كتابه الكود الصحيحه، انك تيجي هنا تعمل اي عشان تعرف ان ده انترفيس. هو انت مش هتفرق كده صح وكده صح، بس ليه بتخليها اي في الاول؟ ليه؟ حد يقول لي ليه؟ علشان اعرف وانا بنادي عليه بعد كده، اعرفهم ان دون عباره عن انترفيس، بعرفه الاي اللي هو انترفيس. تمام. ممكن اجي اقوم عامل ايه؟ ممكن اجي اقوم عامل مثلا عامل حاجه مثلا بتجمع مجموعه المدفوعات مثلا. تمام. دبل مثلا. يعني انا دلوقتي هنفترض مثلا ان احنا سيستم اتش ار مثلا، انا مش عارف الكلمه معناها ايه بالانجليزي، اللي هو مستحقات او حاجه زي كده، حد عارف يقول لي عشان مش فاكر؟ حد يقول لي يعني،
حد اللي هو المستحقات، او لو انا مثلا دلوقتي هعمل سيستم اتش ار عشان هو هيبقى فيه اغلب كل الحاجات. لو انا هعمل سيستم اتش ار، في انا دلوقتي كموظف اتش ار بدي لكل واحد مرتب اول الشهر. المرتب ده اسمه ايه؟ مش سالري، محدش يقول لي مش حته سالري، في اسم تاني اللي هو المستحق، الفلوس المستحقه. مش هتفرق، خلوا حد يفتكر يقول لي عشان مش فاكر. ما علينا. هنقول ايه مثلا اللي هو بيحسب بيجمع السالري. هنقول بقى اللي انا محتاج العقد بتاعه اللي هو دبل كده سالري. كده انا عملت انترفيس تمام، وقلت لها اي حد هيجي منك لازم يكون عنده يجمع لي السالري مع بعض. قالوا صح كده؟ هو صح ان شاء الله. ما علينا. هتجمع لي مجموع السالري تمام. واصله يا باشمهندسين ولا واصله؟ ان شاء الله. هتجمع لي مجموع السالري دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت انترفيس بقول لها يا عم الانترفيس انت اي حد هيجي ياخد منك الاي بي اللي انا مش فاكر اسمها ايه، كان اسمها ايه، مستحقات يعني ايه بالانجليزي، بس ما علينا. هتيجي تقول له الانترفيس اللي اسمها اي بي دي هتعمل بيها ايه؟ هتجمع لي السالري. طب هتجمع لي السالري ازاي؟ خلينا الاول نمشي واحده واحده. اي سيستم اتش ار بيبقى في قلبه ايه؟ بيبقى في قلبه بيرسون، شخص عادي تمام. الشخص العادي ده ممكن نخليه، ممكن بس قبل ما هنيجي نكتب عادي خالص بيرسون كلاس، ولا خلينا بابليك. هنيجي بعد كده نقول ايه اللي هي دي من نوع ابستراكت مثلا، وهقول لكم يعني ايه الفرق ما بين ليه خليناها ابستراكت هنا وليه خليناها هنا انترفيس، وايه الفرق ما بينهم. ده كله هنقوله باذن الله، بس خليكم معايا وهتفهموا الدنيا واحده واحده باذن الله. يعني ايه ان شاء الله. بابليك، معلش ثانيه واحده، الله المستعان. تمام. مش مهندسين، ثانيه واحده. خلينا كده نرجع نكمل. قلنا ابستراكت. وبعد كده هنيجي ننادي على، هنقول مثلا ايه اللي هو اسمه كلاس، اسمه بيرسون تمام. بيرسون. بعد كده ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كلاس بيرسون عادي 100. هنحط بقى، عاوزين نحط في قلبه داتا برايفت. ليه؟ يعني انا مش محتاج اي حد بره الكلاس يعرف المتغيرات اللي عندي من نوع سترينج اي دي مثلا اللي هو النيم. انا مثلا هبقى اي موظف عندي هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده حاجتين، نيم واي دي. محتاجين حاجه غير كده في البيرسون؟ خليكم معايا وتناقشوا معايا علشان نطلع بحاجه 100. يعني دلوقتي خليكم معايا عشان نطلع بحاجه محترمه. خليكم معايا. دلوقتي اي بيرسون، اي شخص بيبقى عنده ايه؟ حد يقول لي بيبقى عنده ايه؟ خلينا خلاص بقى في ربع ساعه، مش عاوزين حد معايا. اي حد بيبقى عنده اي دي ثانيه واحده معاك يا باشمهندسين، معلش. كنا بنقول ايه؟ اي حاجه هيبقى في قلبها ايه؟ هيبقى في قلبها حاجتين، هيبقى في قلبها يا اما اي دي يا اما نيم، صح؟ مش يا اما ده وده. اي بيرسون عنده اي دي ونيم. الاي دي الخاص بيه هنقول مثلا احنا كنا قلنا هنسمي الداتا برايفت، مش عاوزينها تظهر غير على الملف الواحد ده بس. برايفت من نوع سترينج. انا هكتب وصوت شغالي هندسة ولا قطع عندي ولا ايه؟ لا هو انا اللي كنت فاصله من غير ما اقصد. تمام. قلنا اي بيرسون، اي شخص، اي بيرسون بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده حاجتين.
يا اما اي اي دي. دي يا اما نيم. تمام. فهنيجي نقول برايفت، ما احنا قلنا هنخليه برايفت على مدار الكلاس بس، اي كلاس بره مش هيقدر يبص عليه، مش هيقدر يشوفه زي ما شرحنا في الملف. تمام. برايفت من نوع ايه؟ من نوع سترينج. يعني هو الاي دي مش هيبقى رقم، ممكن الاي دي يبقى رقم بس احنا نخليه سترينج عشان نشرح معاها حته كمان، حته حلوه هتستخدموها برضو قدام باذن الله. برايفت سترينج. برايفت سترينج تاني بقى النيم، يعني احنا هنحط الاي دي مش هنحط النيم، هنحط الاي دي والنيم. نيم نيم. عندنا كده حاجتين، عندنا اي دي وعندنا نيم. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نوصل للبروبرتي دي عن طريق، او نعمل اول واحده ونوصل للنيم دي من خلال، او نضيف فيها النيم. فاحنا ممكن نعمل ده ازاي؟ الاول بتتكتب عادي خالص، ممكن هنقول ايه؟ public string مثلا، string public string. هنقول في قلبها ايه؟ فهنقول في قلبها النيم. النيم في قلبها. احنا كتبنا النيم هنا، ممكن نخلي النيم هنا عشان نمشي كويسين، ممكن نخليها اندرسكور نيم، ونخلي دي برضو اندرسكور اي دي كده، بحيث ان احنا نمشي الدنيا منظمة يعني اكتر. هي برضو مش هتفرق يعني، مش قاعدة، بس هي لما تبقى منظمة اكتر بتبقى الدنيا احلى. هو زعلان ليه؟ مش تقولوا لي زعلان عشان انا ما كتبتش هنا الاسم بتاعه؟ نيم. النيم بتاعه ايه؟ النيم بتاعه محتاج حاجتين. اي حاجة في الكلاس فيها حاجة اسمها بروبرتي، عبارة عن ايه؟ هي بتاخد جيت وست. جيت وايه؟ جيت وست. جيت وست. بيجيب وبيست، يعني بيجيب بيقرأ وبيضيف. جيت يعني بيجيب، وست يعني بيضيف. تمام. بس احنا مش هنعملها كده، هو دي الطريقة المعتادة اللي بيتكتب عليها، بس احنا مش هنعملها كده. احنا هنعمل حاجات تانية جواها، حاجة بقى ايه؟ حاجة احلى شوية. هو ليه زعلان مني النهاردة؟ انا مش فاهم. خليه كده، وخلي ده كده، وخلينا نحذف الجيت كده، وخلينا نكتب جيت بس. جيت ايه؟ والله هجيت النيم. هجيت النيم اللي هو اني اللي هو فوق اللي احنا عاملينه ده، اللي هو ده بالظبط كده. انا عارف انكم مش فاهمين وانا هعيد تاني، بس واحده واحده كده وهتفهموا. تمام. جبت جيت نيم، وهنعمل ايه؟ هنعمل سيت تاني. السيت بقى دي انا بضيف في الداتابيز. دلوقتي انا بضيف في الداتابيز، او مش هضيف في انا دماغي جت مع الداتابيز علشان معاملتي بس مع يعني انا بضيف في الكونسول، او بضيف في الليست، او بضيف في اي حاجه. فانا معلش هضيف ازاي في الليست وانا مش عارف هضيف ايه؟ يعني انا مش عامل زي فاليديشن او عامل تحقق ان انا هضيف على ايه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول له اف كده صغيره جوه الست. هنقول اف سترينج. السترينج ده ماله؟ السترينج اعمل حاجه از، في حاجه اسمها از null or white space، مسافات. is null or، بس خلينا نجيبها من هنا، يعني هي اللي تقترحها لي. or white space مثلا. هنا بتعمل ايه دي؟ بتشوف لي الداتا اللي داخله. فواي يعني نل فاضيه، ولا هي عباره عن مسافات بس؟ فلو هي فاضيه او عباره عن مسافات هتبدا ترجع لي بشرط. ايه الشرط ده؟ الشرط مثلا هتقول له ايه؟ بس اهو الفاليو هي اللي جوه اللي كده، هتبدا ترجع لي بشرط. الشرط ده عباره عن ايه؟ مثلا في حاجه اسمها بلاش القوسين دول، مع ان ممكن نكتبهم بس هو الكود صغير مش مستاهل القوسين دول. هنكتب مثلا ثرو. دي عباره عن ايه؟
عباره عن ايه؟ نيو عباره عن زي اكسبشن كده برضه. بقول له ايه اكسبشن والله هترجع لي مثلا نيم امبتي مثلا، او تمام نيم امتي. النيم فاضي، في الحاله دي هترجع لي نيم فاضي. غير كده بقى اندرسكور نيم اللي احنا كتبناها فوق ايكوال هتساوي ايه؟ هتساوي الفاليو اللي راجعه. فاليو والفاليو اللي راجعه فين؟ فاليو اللي راجعه هتساوي الفاليو اللي راجعه. حد فاهم ولا مش فاهم؟ هو معاك بص كود صغير خالص، عملنا كلاس. حد يشرح لي انا عملت ايه، مع اني ممكن ما يكونوش فهمتوا، بس انا عاوز حد يحاول يشرح لي. معلش هرجع للكود تاني، بس حد يقول لي انا هشرح، او انا هقول هفهم معاك او اي حاجه. باشمهندسين مش عليكم محدش يسيبني اقعد اناهد مع نفسي كده. لا يا دكتور يا باشمهندس، قصدي يعني لو تعيدها بس مرة بسرعة كده واحنا معاك يعني ان شاء الله. خلاص دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا حاجه اسمها كلاس، عملنا كلاس من ابستراكت تمام، وحطينا فيه برايفت سترينج اي دي. اكننا عملنا خالص متغير ان انت هتستقبل دلوقتي اي دي، وعملنا متغير تاني ان انت هتستقبل نل. بس بدل ما اخليه بابليك على مدار الكلاسات كلها، لا انا خليته على مدار الكلاس ده بس. تمام. دلوقتي قمت عامل بابليك سترينج منه، وهو المفروض النيم ده هتجيت وهتست. بس هتجيت ايه؟ هتجيت النيم اللي فوق دي، هتجيب النيم اللي فوق تمام، وهتست ايه؟ هتست القيمه اللي راجعه. يعني انا دلوقتي عندي اي متغير، مش احنا كنا زمان بنكتب مثلا سترينج كده، سترينج، خلينا نوقف سترينج اهو، سترينج نيم ايكوال بيساوي ايه؟ بيساوي احمد. تمام. مش احنا كنا بنعمل كده زمان؟ ولما بنيجي نطبعه بنقول كونسول دوت رايت لاين، ما علينا اهو كونسول دوت رايت لاين. بنيجي نقول كونسول دوت رايت لاين هنا، وبنيجي نطبع القيمه، وبنيجي نطبع قيمه نيم مثلا، صح؟ مش احنا كنا بنعمل كده زمان؟ تمام. دلوقتي لا احنا مش هنعمل كده، عشان انا ممكن اجي اعمل كونسول دوت ريد لاين واجي اكتب قيمه، القيمه دي اعمل عليها فاليديشن. بس انا دلوقتي مش عاوزها على مدار الكلاسات تظهر، تبقى برايفت على مدار الكلاسات. ليه؟ علشان ممكن ابقى باعت داتا حساسه زي رقم الفيزا بتاعي، اي حاجه من الحاجات المهمه، باسورد، اي حاجه من الحاجات المهمه اللي انا لازم ابقى مامنها. فما ينفعش على مدار الكلاسات كلها تشوفها، لا انا بخلي كلاس واحد يشوفها، وببعت هنا ست انت هتقبلني ازاي او انت هتستخدمني ازاي. يعني اي قيمه جايه لا انت لازم تلف عليها وتعمل فيها ايه؟ تبص عليها كده ببصه محترمه، وتشوف الحاجه دي موجوده ولا لا. لو مش موجوده هتبدا تضيف النيم اللي جاي لك في الست، فهيبدا النيم شايل الست. تمام. وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش. ماشي. في حد هيقول وصلت ويقول بخاطري؟ باشمهندسين ايه؟ ما وصلتش مع حد خالص خالص؟ هي وصلت بس يعني. لفه شويه. وصلت. واصله اه مع حد مش واصله معاه؟ اعيدها تاني. باشمهندسين اعيدها تاني. طب ما اعيدهاش، قولوا لي اي حاجه رد فعل. طب عيدها عيدها عيدها. على فكرة يا باشمهندس في 4 دقايق نعيد فيها دي ونفتح نكمل، ولا انتوا تعبتوا ولا ايه؟ انا شايف ان انتوا لسه بدري، يعني انا شايف لسه بدري الصراحه، يعني بجد مش هزار. خلينا نشرح في ال4 دقايق دول. ال4 دقايق دول هنشرح فيهم الجزء بتاع البابليك ابستراكت كلاس بيرسونال. تمام. عملنا برايفت سترينج اي دي، وعملنا برايفت سترينج نيم. الاثنين دول بيقبلوا منه قيمه عادي خالص من اليوزر زي ما احنا كنا بنعمل، بس بيقبلها على مدار الكلاس بس، مش هيقبلها من بره.
فاحنا هنعمل ايه دلوقتي عشان فاحنا هنعمل ايه؟ هو دلوقتي حد يبعت لي قيمه من بره، هو انا دلوقتي هجيت النيم، يعني هعرض النيم، عرضنا النيم اللي هو مبعوت لي هنا والدنيا تمام. الست بقى انا لما اجي اضيف، ينفع اضيف اي قيمه ولا لازم اعمل عليها فاليديشن اتحقق منها؟ لازم اعمل عليها فاليديشن ولا اضيفها ولا ايه يا باشمهندسين؟ ماشي، عبروني. طيب انتوا ماسكين التليفونات مش معايا اي حاجه، ردوا عليا. مش فاهمين اشرح من الاول، احذف كل اللي انا عملته واشرح من الاول. ما شاء الله. لازم اعملها فاليديشن، لازم اعملها فاليديشن. لازم اعمل لها فاليديشن. فعملنا هنا اف string is null or white space، يعني مفيش لازم لو هي null او في قلبها عباره عن مسافات بس، لان المسافه بتتحسب بقيمه، فانا خليتها null white space. لو هما الاثنين مش موجودين، لو هما الاثنين موجودين، دي او دي موجوده، يعني الفاليو في الفاليو بتاعها، فانت هترجع لي ان ما ينفعش يبقى فاضي. غير كده هنا، غير كده هترجع لي النيم بفاليو، قيمه النيم الفاليو بتاعت النيم، تمام، اللي هي راجعه هنا الفاليو بتاعها. والله رجع لي احمد هتكتب احمد، رجع لي محمد هتكتب محمد، رجع لي حسنين هتكتب حسنين، رجع لي انكم تردوا عليا هتكتبوا انكم تردوا عليا عادي. واصله واصله. الجزء الثاني هنعمل ايه؟ محتاجين نعمل في قلب الكلاس برضو نعرض بقى الداتا اللي رجعت دي. ممكن نعملها ازاي؟ نعملها بميثود عادي زي ما احنا خدنا الميثود وقعدنا نحرق فيها يوم الاثنين اللي فات. هنيجي مثلا نعمل ايه؟ هنقول بابليك. على فكره انا دلوقتي بشرح او بي بمثال، فركزوا معايا، انا عارف ان هو سيشن رخمه وبتزهق ولسه في حاجات تانية بتزهق اكتر، بس ركزوا بالله عليكم. بابليك هو سيشن متسجله يا باشمهندس صح؟ متسجله يا باشا. ماشي مش فاضل دي على فكره، خد بالك يعني. ماشي يا هندسه، هنقفل وهنفتح على طول. بس انا حاسس ماشي. قلنا احنا هنكتب ايه؟ هنكتب بابليك. هو شوف انا بكتب فين. احنا قلنا ان احنا ما ينفعش نكتب اتنين جوه بعض، ما ينفعش، لازم يبقى هنا بابليك. ما ينفعش نكتب كلاس جوه كلاس، عقل زين. بابليك فيرتشوال برضو دي كلها هتيجي لما هناخدها، هقول لكم دي بنستخدمها امتى ودي بنستخدمها امتى. دلوقتي لو انتوا قادرين، مش قادرين عادي نأجلها، بس قولوا لي عشان ما اقعدش اكني بكلم نفسي بالله عليكم. ولو السيشن خلاص خلصت